كاني كارو خبات كاني دبستانا ولات كاني شيخين بابي مراد كاني معشوق خزنوي كاني معشوق خزنوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدات والسادة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في لقاء جديد في طرق الوصول إلى القلب السليم، هذا القلب الذي لا نجاة للعبد أمام حضرة علام الغيوب، ولا منجى لك يوم العرض إلا أن تكون ذا قلب سليم، مصداقا لقول خليل الله إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي طرق الوصول للقلب السليم تحدثنا مطولا عن الدرجة الأولى، وهو إخلاص العمل لله. أما الدرجة الثانية للوصول إلى القلب السليم فهو قراءة القرآن بتدبر، وهو موضوعنا اليوم. فلا شيء يوصلك للقلب السليم مثل تدبرك لكتاب الله، والتدبر شيء والقراءة شيء آخر. القراءة عبادة بدنية لسانية، أما التدبر فهي عبادة قلبية، وشأنها عظيم في تثبيت القلب وإيصاله للسلم. الله سبحانه وتعالى ذم من لا يتدبرون القرآن وأنكر عليهم فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الشيخ ابن القيم رحمه الله في كلام له في غاية الروعة والأهمية في هذا السلم يقول: لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بتدبر وتفكر، ولو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا به عن كل ما سواه. فقراءة آية بتفكر وتدبر خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم. فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل إصلاح القلب. قراءتك للقرآن الكريم تجلب لك الحسنات على ترديدك لكلام الله عز وجل، لكن تدبرك تضاعف لك الخيرات ويصلح لك القلب. الإمام علي رضي الله تعالى عنه يقول: لا خير في عبادة لا فقه فيها، ولا في قراءة لا تدبر فيها. لا خير في عبادة لا فقه فيها، أي لا فهم فيها، لا حضور فيها، لا خشوع فيها، وهذا موضوع قادم بإذن الله تعالى بعد أيام. ولا خير في قراءة للقرآن من دون تدبر وتفكر فيها وبمعانيها، لأن القلب لا ينتفع إلا من خلال التفكر. كما قلنا أن التدبر عبادة قلبية وشأن قلبي، وأعظم دواء لسلامة القلب هو تدبر آيات القرآن الكريم. ربنا عز وجل يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، القلب. هارون الرشيد كان جالسا في مجلسه ذات يوم، فقدم عليه غلامه وخادمه وهو يحمل وعاء ماء أو طعام حار، فانسكب الإناء على الخليفة هارون الرشيد. تعثر الغلام فانسكب ما في الإناء على ثوب الخليفة هارون الرشيد.
غضب الخليفة غضبا شديدا وانتفض. الخادم لأنه يعرف من هو أمامه يبحث عما يثبت الخليفة هارون الرشيد، وما يثبت الخليفة هو القرآن. فقال للخليفة هارون الرشيد، الغلام يقول له: يا مولانا والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. قال: والعافين عن الناس. قال: قد عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين. قال: اذهب فقد أعتقتك لوجه الله. أنت عندما تتدبر القرآن الكريم فكل كلمة وكل آية في المصحف المبارك تغير مسار حياتك. هارون الرشيد الذي أذهب عنه الغضب بعد مصيبة الخادم والذي ثبت قلبه هو القرآن. تأمل، اعترض أهل مكة على النبي صلى الله عليه وسلم. أهل مكة المشركون قالوا: ألا يمكن أن ينزل القرآن على محمد جملة كاملة من الفاتحة إلى سورة الناس دفعة واحدة، كما أنزل التوراة على موسى كاملا وكما أنزل الإنجيل على عيسى كاملا؟ لما القرآن ينزل متفرقا آية آية وقصة قصة وجوابا على سؤال؟ المولى عز وجل يحكي هذه القصة وهذا الاعتراض من مشركي مكة في القرآن ويرد عليهم ويذكر سبب نزول القرآن مفرقا. ربنا عز وجل يقول: وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك. لما يا رب؟ لما أنزلت القرآن متفرقا وليس جملة واحدة؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هذه إشارة إلى أن نزول القرآن مفصلا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وترتيل القرآن لتثبيت فؤاد وقلب النبي صلى الله عليه وسلم. ورتلناه ترتيلا فيه إشارة إلى كيفية أن تكون القراءة. عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيفية القراءة التي فيها التأني، فيها التأمل، فيها التدبر. يقول: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهدوه هد الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. لأن الترتيل يساعد على التدبر. الإمام السيوطي رضي الله تعالى عنه يشرح صفة التدبر فيقول: أن يشغل القارئ قلبه بالتفكر في معنى ما يتلفظ به، فيعرف معنى كل آية ويتأمل الأوامر والنواهي ويعتقد قبول ذلك، فإن كان قد قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفر لله عز وجل. وإذا مر بآية عذاب أشفق وتعوذ، أو تنزيه نزه وعظم، أو دعاء تضرع وطلب. ترتيل القرآن يساعدك على تدبر كلماته، والتدبر يوصلك لسلامة القلب. في التطبيق العملي الإمام مسلم يروي عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فكان يقرأ مترسلا متمهلا، فإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها تعوذ. الإمام الطبري رضي الله تعالى عنه في تفسيره يروي عن عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان الرجل منا، أي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزها حتى يعرف معانيها والعمل بها. عندما تتأمل
وتتدبر الآيات يسلم قلبك ويثبت فؤادك. انظر، الفضيل بن عياض أحد أعلام أهل السنة في القرن الثاني الهجري، لقب هذا الإمام بعابد الحرمين. الفضيل بن عياض قبل إمامته وتوبته كان قاطع طريق، وكان يعشق جارية. ذات ليلة وهو يرتقي الجدران لينظر إليها ويحدثها، سمع تاليا للقرآن يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وقعت هذه الكلمات وهذه الآية في قلب الفضيل بن عياض، تدبرها، فهمها، فقال: بلى يا رب قد آن. ونزل وهو يجري هاربا حتى آواه المبيت إلى خربة، فنظر فإذا في تلك الخربة رفقة يتجادلون فيما بينهم على الرحيل. البعض منهم يقول: نرتحل الآن، وفريق يقول: بل ننتظر الصباح فإن الفضيل على الطريق ونخشى أن يقطع علينا الطريق. هنا تأمل الفضيل بن عياض وقال: أنا أسعى بالليل في المعاصي، وقوم من المسلمين ها هنا يخافونني، والله ما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدع، اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام. وارتحل إلى المسجد الحرام وسكنه حتى مات، فلقب بعابد الحرمين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما وافته المنية، والقصة يعرفها الجميع، قام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه غاضبا وهو يحلف: والله ما مات رسول الله، وهو يشهر بسيفه ويرفعه بين الناس: والله ما مات رسول الله، إن محمدا لم يمت، ومن قال إن محمدا قد مات قطعت رأسه، إنه ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه، وسيعود ويقتل من قال أنه قد مات. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في هذه المعمعة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه الشريف المبارك فقبله وقال: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، طبت حيا وميتا. ثم خرج إلى الجمع، وعمر بن الخطاب شاهرا سيفه يحلف ويتوعد الناس وهو غاضب، فقال: أيها الحالف الذي يحلف والله ما مات محمد، أيها الحالف على رسلك. ما جلس سيدنا عمر، لم ينتبه إليه. ثم قال: أيها الحالف على رسلك. ما جلس سيدنا عمر. في المرة الثالثة: أيها الحالف على رسلك. ما التزم سيدنا عمر. صعد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عند هذه الآية وعمر يسمع هذه الكلمات يسقط السيف من يد عمر ويجلس. هكذا يجب أن يكون الحال مع القرآن حتى يسلم قلبك وحتى يتغذى القلب. لابد أن تتدبر القرآن الكريم،
لكن للأسف الحال تغير، ولذلك القلوب لا تسلم. القرآن موجود، لم يضع منه شيء، وسيبقى محفوظا بحفظ الله عز وجل حتى يرث الله الأرض ومن عليها. لم ولن تتبدل ألفاظه، لم ولن تتبدل آياته، لم ولن تتبدل سوره، بل إن تعاليم القرآن مقننة، ومبادئه مدونة، وآياته مفسرة ومشرحة، وأحكامه مفصلة. هذا كله في الشكل والظاهر واللفظ. ولكن إذا نظرت إلى حقيقة المسلمين وواقعهم المعاش سترى أن القرآن مفقودا في حياتهم وسلوكهم. القرآن موجود على الصعيد الشكلي، لكنه محكوم بوقف التنفيذ. المسلم ممنوع من الفهم والتدبر فيه، حتى في مجال التعليم وفي أجواء العلماء ممنوع العودة إلى الكتاب والسنة، فهما حق رجال كالشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة وأمثالهم ومن رجالات زمانهم، وعلى رأي المثل المصري اللي اختشوا ماتوا. لكن الذين يفهمون رحلوا، أي لا تعودوا للقرآن لأنكم لا تفهمون. وهكذا فصل بين المسلمين وبين كتاب الله عز وجل والسنة المطهرة بكل غدر ومكر ودهاء. حتى في مجال التربية والسلوك والتزكية القرآن موجود كعنوان في ساحاته، وربما تغنينا بترديد العشرات من الآيات والأحاديث التي تدعو الناس من خلالها إلى الولوج إلى ساحات التربية والسلوك. ولكن ما أن تدخل إلى الكثير من هذه الساحات حتى تجد القرآن معطلا والسنة مغيبة. وإذا حدثت نفسك بالعودة إلى كتاب الله أو الاحتجاج بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفعوك بمبدأ لا تعترض فتنطرد. وما أفلح مريد قال لشيخه لما، بل كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل. المرأة من نسائنا يوجد القرآن معها، تعلقه على صدرها بسلسلة ذهبية، فالقرآن موجود، هذا صحيح. ولكن القرآن مفقود في تصرفاتها، ولا علاقة للقرآن بخروجها وزينتها وسلوكها. القرآن موجود في بيوتنا ومعلق على أبرز جدار فيه، هذا صحيح. ولكن القرآن مفقود في تصرفات أهل هذا البيت وسلوكياتهم وتخاصمهم وتشاحنهم. وهكذا فرغوا القرآن من مضمونه وجعلونا نغفل عن تدبره. لقد حصروا القرآن في زاوية ضيقة ومنعونا من التدبر فيه والتأمل في معانيه. أمرونا أن نردد القرآن بلا فهم كالبغبغاء وبسرعة، أو بتغن وتمطيط وكأنها مقطوعة فنية أو معزوفة موسيقية تتمايل لها الأعناق وتطرب لها النفوس والأسماع، ثم لا شيء بعد ذلك، لا أثر له في التطبيق العملي والسلوك. إذن نحن نتذكر القرآن فقط في الشكليات والمظاهر حتى نزداد تفرقا وتشرذما، ولا نتذكر القرآن إلا إذا قصدنا دارا أقيم فيها ميتا أو شيعنا جنازة إلى قبرها. لا تسمع آيات الله تتلى إلا في حالة الموت. إننا أمتنا القرآن حين جعلناه وقفا وحكرا على الموتى وحكرا على القبور، وكأنه جاء لينذر الأموات، بينما الله عز وجل ليقول لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. من أجل كل ذلك لا نستفيد من القرآن، وتبقى قلوبنا غير سليمة لأن التدبر والفهم مفقود. تدبروا القرآن تسلم وتصفى لكم قلوبكم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا قلبا سليما خاشعا يتدبر ويتأمل في كلام الله عز وجل. وإلى غد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.